السلام عليكم متابعين الطيبين في كل مكان، تحياتي وسلامي لكم جميعا. اخوان، سؤال قاعد يتكرر علينا بكثرة بهاي الفترة، موضوع علاج الفاش والقمل، خصوصا انه هو هذا الموسم مالته. اخوان الطيبين، احنا طبعا منزلين مقطع سابق بهذا الخصوص، لكن هسه متوفر علاج افضل من المنشور السابق اللي حكينا به. بذور الحلبة اخوان، هاي بذور الحلبة موجودة عند العطارين. هاي جيبها من العطار، تقول له اريد بذور الحلبة. هذه تجيبها يعني خلينا نقول كوب بذور الحلبة بكوبين ماي. انت هاي تقدرها طبعا، انت كم طير عندك. هاي تغليها، ينغلي يعني تغليها على النار بحيث يغلي بس نص ساعة لحد ما يغلي، وتنزله تخليه يبرد وبعدين توشل الماء مالته وترشل الطائر، ترشها يعني الطير مالتك، يعني بس 3 مرات 4 مرات، تقسمها على كل 3 أيام 4 أيام ترشه فترة، يعني بس 3 مرات 4 مرات قلت لك، على كل 3 أيام ترشه مرة. وكون يعني يكون جو حلو، شمس طالعة وجو دافي، ترشه وتطلع للشمس حتى ينشف يعني ما يبرد. وبعد ملاحظة ثانية، انت لازم شنو، لازم هذا القفص تغيره تبدله. انت اذا متأكد انه مصيوب هو بالفاش وبالقمل، هذا تغير القفص مالته، لانه انت ماكو فايدة اذا رشيته ورجعته بنفس القفص، لانه هذا موجود بالقفص. القفص القديم هو مثل قام متروس فاش، فتغير القفص مالته. وإن شاء الله هذا حاليا أفضل علاج متوفر حاليا للفاش وللقمل. أخوان الطيبين، تحياتي وسلامي لكم جميعا أينما كنتم، في أمان الله.